السلام عليكم، صحة رمضانكم وصحة فطوركم. اليوم جبت لكم الوصفة تاع المتوم العاصمي، جبته لكم بالتفصيل. نبداو على بركة الله. نحطو هنايا الزيت، ونحطو كذلك السمن ضروري في المتوم العاصمي. صراحة يعني الأكلات التقليدية قد ما درتو فيها السمن قد ما تجيكم بنينة. هنا نخلو هذاك السمن يذوب مليح. نجو من جهة نحطو طرف اللحم تاعنا، فوالا، ونقليوهم. اللحم اللي عندكم حطوه. اللحم اللي درتو انا لحم غنمي هكذا ونقليوه. السر تاع المتوم قد ما قليتوه اللحم قد ما يجيكم بنين. انا المرحله الاولى نقليوه بيان هذا اللحم حتى يولي اللون تاعو احمر دوغي. هنا بعد ما تقلنا مليح درت البصل. اذا عندكم بصله كبيره رحيوها وديروها، اذا عندكم موين ديروا زوج. فوالا، ونزيدو نقليوهم مع بعضاهم. هنا تاني مرحلة تانية زيدو قليوهم مليح مليح. السر تاع المتوم هو التقلية كما راكم تشوفوا هكذا. نقليوهم مليح مع بعضاهم ونغلقوا عليهم ونخليهم يتقلاو مع بعضاهم. انا الحاجه اللي تخليكم كما نقولوا السر اللي يخلي المتوم خاتر اللي هي مغرف صغيره فارنه. انا معروف انه يعني كي ديري المتوم تمرقي يجي شويه مايح، بصح كي ديري له هذه المغرف صغيره تاع فارنه يجي خاثر. انا درت نص عود قرفه. انا القرفه سي جوست نقلي بها ومن بعد نحيها سيتو. انا حطيت وهنا درت شويه كمون اختياري، اللي حبت دير ديري، ما حبتش ما ديرش، بصح الكمون هذا حيمدلو بنه مليحه. ونقليوهم مع بعضاهم ونزيدو نخليوه يكمل هذيك تقليه. فوالا، هذه هي. وهنا كذلك الملح، ما نساوش الملح بيان سور ديما. وهنا نحينا هذاك عود نص عود القرفه. ومن بعد نجيبو الماء سخون ونمرقو. بالنسبه للماء ما نمرقوش فوق اللازم يعني بزاف، وما نديروش غير شويه، يعني نديرو في النص. بيسك علاش المتوم قد ما يكون شويه خاطر قد ما يجي بنين. هنا ونخليو اللحم تاعنا يطيب. وهنا نسيت كذلك باش نقولكم زيدوا حميصه، واحد الكاس هكذاك تاع حميصه، ونزيدو نخليوها طيب مليح. نروحو للفيونداشي. هنا عندنا كميه من الفيونداشي، نديرو عليها مغرف كبيره لا شابلور اللي تخلينا لي بولات حاكمين روحهم. نديرو مغرف كبيره توم ما يعادل من 5 إلى 6 فصوص. ديرو 5، يعني 5 فصوص توم. ديرو ملعقه صغيره ملح وملعقه صغيره كمون. يعني الكمون والثوم هما اللي حيخليو هاد لي بولات بنان. والسر اللي يخلي لكم الفيونداشي طري اللي هي مغرف كبيره سمن. على مغرف كبيره سمن ونعجنو. هنا قد ما عجنتو قد ما يجيكم اللحم اطري. ونديروهم دي بولات بيان سور. فوالا، وهنايا هام لي بولات تاعنا واجدين. انا بعد ما طاب اللحم نحطو هادوك لي بولات باش يطيبوا. الفيونداشي كيما معروف يعني تمتم يطيب. فوالا، نحطو هاد لي بول تاعنا ونخليوهم يطيبوا. هنا من جهه درت شويه زبده شويه زيت ونقليو هذاك اللوز الابيض حتى يولي دوغي. معروف انه المتوم ما يجيب اللوز. هذا هو المتوم تاعنا. ها هو جاب نكهه الاعراس صراحه. ان شاء الله يكون عجبتكم الوصفه، واتمنى كذلك انكم تجربوها. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى.